سلامات. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالساعات الأخيرة بفيديو تظهر به الفنانة هبة نور بشكل غير لائق. طبعا هذا الفيديو أول ما نزل على الستوري الخاص فيها بحسابها على الانستغرام. بعد فترة وجيزة ما يقارب الساعة خلينا نحكي، طلعت الفنانة هبة نور وصرحت بأنه هذا الفيديو مزيف، بأنه هذا الفيديو من الذكاء الاصطناعي عبر خاصية الديب فيك. وطبعا مثل عادتنا نحن الشعب السوري او الشعب العربي ما فيه يشوف هيك شيء غير ياخذ له سكرين شوت وينشره على مواقع التواصل، حيث انتشر على التيك توك، على الفيسبوك، الى ما هنالك. طبعا هذا الفيديو اللي عم نحكي عنه يا جايز انحذف بعد دقيقتين من ظهوره على حساب الانستغرام الخاص بالفنانة هبة نور. وطبعا الفنانة هبة نور ووكيلها القانوني نفوا انه هذا الشيء يكون حقيقي نفيا باتا. طبعا الذكاء الاصطناعي والديب فيك وصلوا لمراحل كتير متطورة، بحيث انت يا عزيزي المشاهد يمكن يجيك مسج او يجيك فيديو على موبايلك، تفتح الفيديو انه ايه هي انا بس مو انا، بحيث انه هذا الفيديو رح يكون مفبرك، رح يكون عن طريق الذكاء الاصطناعي. واصلين لمرحلة مشوهين تاريخ الشخص. تمام، هذا الشغل بتستخدم بالخير وممكن نستخدمها بالشر. وطبعا بخصوص قصة الفنانة هبة نور، نحن لا منحب الفضايح ولا منحب نطلع على كتاف الناس، ولا واحد فينا معصوم عن الغلط. بعدين مين نحن لحتى نحاكم او نجازي الفنانة هبة نور؟ مين نحن؟ يمكن يكون فعلا هذا الشيء من تأثير الذكاء الاصطناعي، يمكن عن جد هذا الشيء يكون حملة طالعة ضد الفنانة لتشوه سمعتها. نحن ما لازم ناخذ الفيديو بعين الاعتبار وننشر ونحكي ونطلع ونبهدل ونسبسب، لا ما بيصير. نحن يلزم ان يكون لنا وعي بخصوص هذا الشيء، بخصوص التطور يلي صار بالذكاء الاصطناعي. نحن لازم بهيك شيء نوقف جنبه، بغض النظر على انه هذا الشيء حقيقي او فيك. انا بتمنى منكم كمتابعين كمشاهدين كأي شخص عم بيشوفني ما تنشر، ما تعلق، ما تعمل اي شيء. اللي فيها مكفيها، بغض النظر اذا هذا الشيء حقيقي او هذا الشيء فيك. بتمنى تتقبلوا الموضوع او تقدروا انه الموضوع يمكن يكون فيك، وبالتالي ما لازم نحكي او نحكم على الاشخاص بداية. خلينا نعرف الموضوع، وان شاء الله يا رب يكون هذا الموضوع كله مزيف وكله فيك وكله عن طريق الذكاء الاصطناعي. ولنفترض انه هذا الفيديو حقيقي، ما عليه، مثل ما بيحكوا الله يستر على اللي بيستر، واذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. انتو شو رأيكم؟ ممكن يكون هذا الشيء ذكاء اصطناعي ولا عن جد هذا الشيء حقيقي؟ ما بنعرف. اكتبوا لي رأيكم بالكومنتات، ولكن ضمن حدود الاحترام رجاء. سلام.